يوم 10 أغسطس سنة 2025 منطقة شمال فرنسا اتفاجئت بتوقف تلقائي ل4 مفاعلات نووية من محطة جرافلينز، والسبب لا كان عطل كهربائي ولا حتى بسبب خطأ بشري. السبب كان إن مرشحات سحب مية تبريد المفاعلات اتسدد بسرب هائل من أناديل البحر، وخلال ساعات قليلة إنتاج المحطة توقف بالكامل بشكل مؤقت. الشركة طلعت صرحت بإن مفيش أي خطر لا على البيئة ولا على عمال المحطة، وإنهم بمجرد ما يتخلصوا من الكائنات البحرية دي هيعيدوا تشغيل المحطة بأمان. لكن في نفس الوقت الرسالة وصلت. كائن هلامي اسمه قنديل البحر قدر يعطل واحد من أكبر مواقع الطاقة في أوروبا. والسؤال هنا هو إيه حكاية الكائن ده؟ وإزاي تأثيره على البيئة ممكن يبقى بالخطورة دي؟ والأهم إيه علاقة الكائن ده بقنديل البحر الخالد واللي زي ما هو واضح من اسمه كده بيتحدى الموت؟ السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من قناه فضول، واللي هيكون وسيلتنا عشان نستكشف العالم من حوالينا. من الاف السنين وبالتحديد سنه 221 قبل الميلاد حكم الصين امبراطور قوي جدا اسمه تشينغ شي هوانغ، وده كان اول امبراطور يوحد الصين، وهو الامبراطور اللي بدا بناء سور الصين العظيم. الراجل ده صديق الفضولي كان عنده كل حاجه تقريبا، جيش ضخم وقصور مليانه ذهب وسلطه ملهاش حدود. لكن بالرغم من كل ده قلبه كان مرعوب من فكره واحده، الا وهي الموت. سؤال فضل يطارده لحد ما مات، هو انا ازاي اعيش للابد؟ عشان كده جمع العلماء والاطباء وصرف مبالغ ضخمه وهو بيبعتهم رحلات بحريه بحثا عن اكسير الحياه، الدواء او العلاج اللي هيخليه يعيش للابد وما يموتش. وكعاده اي حد بيتعامل مع امبراطور قالوا له كلامك على العين والراس، وده لانهم لو ما عملوش كده مش هيبقى فيه راس اساسا. فقرروا بعد بحث كتير انهم يعملوا له حبوب مزيج ما بين الزئبق والكبريت، وراحوا قالوا له خد لك حبايه كل 8 ساعات وبالشفا ان شاء الله. الامبراطور صدق وفضل ياخد حبوب الزئبق لحد ما مات بالدواء اللي كان فاكر انه هيخليه يعيش للابد. اما لو رجعنا لمصر القديمه فهنلاقي ان الفراعنه برضو كانوا مهووسين بفكره الخلود، بس بدل ما يدوروا على اكسير سحري ركزوا على الحياه بعد الموت، فعملوا مقابر ضخمه وحنطوا الجثث بطريقه عجيبه وحطوا معاها اكل وكنوز. وكان الخلود بالنسبه لهم مش انك ما تموتش، الخلود بالنسبه لهم هو انك تستمر بعد الموت. يعني كل حضاره كان لها تفسير مختلف للخلود، بس الهوس كان واحد، ازاي الانسان يهرب من النهايه. ومن هنا ظهرت اساطير كتير عن الكأس المقدسة واكسير الحياة وحتى الحجر الفلسفي، وكلها بتحاول تجاوب على نفس السؤال، هل في طريق فعلي للخلود ولا دي مجرد اوهام بنتوارثها جيل بعد جيل؟ ليه الانسان من الاف السنين ولحد النهاردة مش قادر يتصالح مع فكرة ان النهاية حتمية؟ صديق الفضولي، لو نزلت البحر في اي مصيف او حتى كنت في مركب في نص المحيط ففي احتمال كبير تقابل واحد من اكتر الكائنات الحية غرابة على وجه الارض، الا وهو قنديل البحر. قناديل البحر كائنات شفافة وشكلها بسيط، ولا عندها قلب ولا مخ، ومع ذلك بقالها اكتر من 500 مليون سنة عايشة على الارض، يعني من قبل الديناصورات وقبل اغلب الكائنات اللي نعرفها النهاردة. ولو ما تعرفش يعني فجسم بعض انواع قناديل البحر بينور في الضلمة بسبب مادة اسمها اللوسيفرين، والضوء ده بيقدر يستخدمه علشان خاطر يحمي بيه نفسه او حتى يصطاد. تخيل كائن بسيط بالشكل ده قدر يقاوم الحوادث الطبيعية والافتراس وتغيير المناخ لملايين السنين. قنديل البحر صديقي فيه منه آلاف الانواع، بعضها صغير قد عقلة الصباع وبعضها يوصل طوله لعدة أمتار، وكل نوع ليه شكل وطريقة حياة مختلفة. بيعتمدوا اعتماد كلي في غذائهم على الكائنات الصغيرة زي الأسماك الصغيرة والعوالق النباتية والحيوانية وكمان بيض السمك. بس من بين كل الأنواع دي تم اكتشاف نوع بيكسر كل قوانين الحياة والموت. حكايتنا بتبدأ سنة 1857 لما العلماء لأول مرة ذكروا نوع صغير جدا من الأناديل في البحر الكاريبي اسمه توريتوبسيس نوتريكولا. اسمه توريتوبسيس نوتريكولا. اسمه توريتوبسيس نوتريكولا. الكائن ده شفاف وحجمه اقل من نص سنتيمتر، يعني حرفيا حجمه اقل من ضفر صباع، تحسه كده في قاعة مية طالعة من البحر. المهم ان بعد ما العلماء اتكلموا عن الموضوع ده وبعديها بحوالي 30 سنة وبالتحديد سنة 1883 احد العلماء الالمان، معرفش اسمه عشان المصادر اختلفت عليه، وصف نوع جديد من نفس الجنس واللي هيعرف بعد كده باسم توريتوبسيس دورني او قنديل البحر الخالد. وبالرغم من ان مفيش اي حد ادى اهتمام للموضوع وقتها، الا ان دي هتبقى الخطوة الاولى اللي هتؤدي بعد كده لاكتشاف اغرب ظاهرة في عالم الاحياء. وده لان بعد اكتر من 130 سنة وبالتحديد سنة 1988 طالب ايطالي في علم الاحياء البحرية اسمه كريستيان سومر كان بيدرس قناديل البحر في البحر المتوسط
وهنا كانت المفاجأة. كريستيان اكتشف نوع من اناديل البحر شبه التوريتوبسيس نوتريكولا كده، لكن النوع ده كان عنده قدرة خارقة واللي بسببها اتسمى بعد كده بقنديل البحر الخالد. الكائن ده صديق الفضولي وزي ما هو واضح من اسمه كده ما بيموتش. الفكرة ان قنديل البحر الخالد لما بيتعرض لظروف صعبة زي الجوع والمرض او حتى الشيخوخة بيقدر يعكس دورة حياته بالكامل ويرجع لمرحلة الطفولة ويبدأ من جديد. واللي بالنسبة للقنديل اسمها مرحلة البوليب. انت متخيل ان كائن بسيط زي ده قادر على كسر قوانين الزمن البيولوجي؟ تخيل معايا تكبر وتعجز، ايه ده الاتنين واحد، وتمرض وبدل ما تموت تلاقي زرار يقدر يرجعك طفل من تاني، ونرجع بقى نجيب لك بامبرز من جديد وتزروط لنا كل حتة شوية. اللي بكلمك عنه ده مش خيال علمي ولا حاجة، ده موجود في الواقع اللي احنا عايشينه وبيحصل مع هذا الكائن البسيط. وهنا يجي السؤال، ازاي كائن بسيط شكل كده بيقدر يتحكم في خلاياه لدرجة انه يعيد لنفسه حياة جديدة وهو على وشك الموت؟ قبل ما نتكلم في ازاي كائن بالبساطة دي بيقدر يعمل كده، خلينا الاول نفهم دورة حياة هذا الكائن العجيب. القنديل مش بيظهر مرة واحدة كده بالشكل اللي نعرفه اللي هو يعني شبه الشمسية الشفافة كده، لا والله، ده بيمر بمراحل نقدر نشبهها بدورة حياة الفراشة. الفراشة مثلا بتبدأ كبيضة وبعد كده تتحول ليرقة او دودة وبعد كده تدخل الشرنقة فتطلع لنا فراشة جميلة. اهو القنديل برضو كده بيبدأ كبيضة بعد كده يطلع لنا منها يرقة صغيرة جدا. اليرقة دي بتلزق في صخرة او في قاع البحر وبعدها تتحول لمرحلة البوليب. البوليب بقى أشبه بزرعة صغيرة أو أنبوبة ثابتة في مكانها وملزوقة في الأرض وأعلاها في مجسات بتاكل من خلالها. البوليب ده زي ما قلت لك بيعتبر مرحلة الطفولة بالنسبة للقنديل، ومنه بيخرج القنديل اللي نعرفه. الفرق بينهم بس إن الفراشة بعد ما بتتحول لفراشة بيبقى خلاص يا صاحبي نهايتها قربت، لكن القنديل الخالد أول ما بيتزنق بيرجع بوليب تاني كأنه عمل ريستارت لحياته من أول وجديد. العلماء لما شافوا الظاهرة دي صديق الفضولي اتصدموا بمعنى الكلمة، ازاي في كائن بدل ما يموت يرجع لأول نسخة من نفسه؟ وهنا ظهر واحد من أغرب الشخصيات في قصتنا وهو العالم الياباني تشين كوبوتا. الراجل ده عاش أكتر من 15 سنة مع القناديل، بيربيها في المعمل ويراقبها تحت الميكروسكوب ويستنى اللحظة اللي القنديل فيها بيضغط زرار ريستارت. لكنه طبعا ما اكتفاش بالملاحظة وقرر يعرض القنديل للضغط، زي انه يحرمه من الاكل مثلا ويشوف ايه اللي هيحصل. والمفاجأة ان القنديل ما ماتش. القنديل ببساطة كأنه رجع بالزمن ورجع بوليب تاني بكل بساطة. تشين كوبوتا ساعتها ادرك ان الضغط نفسه هو اللي بيشغل زرار ريستارت عند القنديل. اللحظة دي كانت بالنسبة لكوبوتا مش مجرد ملاحظة عجيبة، ما هو في فرق كبير بين اننا نسمع نظريات واننا نشوف بعينينا. فتقدر تقول ان اللحظة دي كانت دليل حقيقي اننا قدام كائن بيكسر كل قوانين الحياة والموت اللي احنا عارفينها. والاغرب ان قنديل البحر الخالد نظريا يقدر يعمل عملية التجدد دي لعدد مرات غير محدود، وده بقى اللي بيخلي قنديل البحر كائن مختلف. كل الكائنات التانية لما بتوصل لمرحلة البلوغ بيبقى خلاص حياتها ماشية ناحية النهاية، وده طبعا على عكس قنديل البحر الخالد واللي ساعتها بيبدأ من جديد. بالتعمق في البحث اكتر الباحثين وجدوا انها مش مجرد عملية عكس للنمو، دي حاجة اعمق من كده بكتير اسمها ترانس ديفرنشيشن. وعشان نفهم العملية دي هبسطها لك قدر الامكان. جسم الانسان مثلا ككائن حي بيتكون من خلايا للجلد وخلايا للعضلات وخلايا للدماغ وهكذا. المهم ان الخلايا دي بتبقى متخصصة في وظيفة معينة. وعشان نبسط اكتر تخيل جسم الانسان شبه المصنع والخلايا هم عمال المصنع ده. العمال دول كل واحد فيهم عنده وظيفة محددة، ده كهربائي وده سباك وده نجار وهكذا. فبطبيعة الحال الكهربائي اللي هينفع يعمل شغل السباك ولا العكس. انما عند القنديل الخالد فالموضوع مختلف حبتين. جسم قنديل البحر الخالد بيقدر يرجع الخلايا لشكلها الاولي، او بالتشبيه بتاعنا بيقدر يخلي العمال يرجعوا متدربين جداد لسه محدش فيهم اتحدد له هيشتغل في ايه بالظبط. الخلايا المتخصصة في جسم هذا الكائن بتفقد هويتها وترجع زي الورقة البيضاء، يعني بتتحول لخلية جديدة تماما وتبدأ تبني جسم جديد من الاول. وده هو المفتاح اللي بيخلي قنديل البحر الخالد يهرب من الموت. ببساطة القنديل الخالد كل ما يقترب من نهايته بيعمل اعادة توزيع للوظائف داخل جسمه ويبتدي دورة حياة جديدة كأنه لسه مولود. القنديل الخالد موطنه الأصل في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، لكن مع حركة السفن التجارية اللي بتنقل مياه التوازن البالاست واتر علشان خاطر السفن تعدل من اتزانها، الكائنات الدقيقة اللي جوه المية دي واللي منها القنديل بتنتقل من مكان لمكان من غير ما حد ياخد باله. وده بالظبط اللي تسبب في المشكلة اللي حكيت لكم عنها في أول الفيديو عن محطة الطاقة النووية. طبعا وهنا أنا مش بكلمك عن قنديل البحر الخالد لأن الكائن ده صغير جدا، مش هو اللي هيسد مرشحات سحب المية، وإنما بكلمك عن أنواع تانية من القناديل حجمها
حجمها اكبر شويه. القناديل عموما سافرت من بيئتها الطبيعيه وبدات تظهر في اماكن جديده، وهنا بدا القنديل يتصرف زيه زي اي كائن طبيعي، اللي هو انا من هنا اصلا يا جدعان صدقوني، بياكل وبيحبس بكوبايه شاي وسجاره ويتكاثر، وفي نفس الوقت في كائنات اكبر منه زي الاسماك والسلاحف بتتغذى عليه. احنا هنا بنتكلم عن كائن ما بيحبش العزله وبيدخل فورا لاي نظام بيئي ويتحول لجزء من السلسله الغذائيه هناك، وده طبعا ادى لانتشاره بشكل كبير في العالم كله. كمان مش عايزك تنسى ان المشكله مش بس بيئيه، لان بالرغم من ان قنديل البحر حجمه صغير الا انه سام ولسعته مش لطيفه خالص. فنصيحتي ليك صديقي الفضولي، لو شفته على الشاطئ او انت بتعوم في البحر ما تقولش يا سلام خلينا المس هذا الكائن الخالد يمكن اخد منه خاصيه التجدد ولا حاجه، لان ده حرفيا ممكن يخليك تمشي من المصيف على اقرب مستشفى. فاللهم بلغ. بعد كل الاكتشافات دي بدأ علماء من اماكن مختلفة يبحثوا في الموضوع، علماء من اليابان وايطاليا وامريكا، كل واحد فيهم ماسك طرف خيط وماشي وراه. في اللي ركز على سلوك القنديل، وفي اللي غاص جوه خلايا القنديل، وفي اللي حاول يفك شفراته الجينية. لكن كل مرة بيفتكروا انهم قربوا من الحل بيكتشفوا ان قنديل البحر الخالد لسه محتفظ باسرار اكتر واكتر. أصدقاء الفضوليين، في مواضيع معينة ممكن تبان إنها ضد معتقداتنا وتعمل جدل، عشان كده قررت أضيف فقرة صغيرة في آخر بعض الحلقات اسمها دس العسل في السم، وده أكيد أحلى بكتير من دس السم في العسل. الفقرة هتكون مدتها ثواني، والهدف منها إني أوضح الفرق بين اللي العلم بيقوله وبين اللي إحنا كمسلمين مؤمنين بيه. الفقرة دي مش هتبقى موجودة غير في الفيديوهات اللي محتاجة النوع ده من التوضيح. ويلا نبدأ الفقرة. بالنسبة للتعليق الأول عن موضوع حلقة النهاردة، هو إن القنديل الخالد ما بيموتش بالشكل اللي نعرفه لكنه بيموت لما كائنات تانية بتتغذى عليه، وهي دي سنة الحياة يا صاحبي. كل كائن حي على وجه الأرض ليه أجل وميعاد هيموت فيه. تاني، قنديل البحر الخالد ما بيموتش بالطريقة البيولوجية بتاعتنا، ولكن بيفترس عادي جدا، فهو ما بيخالفش فكرة إن كل الكائنات الحية هتموت في يوم من الأيام. جميل جميل. اما تاني تعليق فهو ان الانسان مش محتاج يدور على الخلود، لان ربنا اصلا خلقنا خالدين مخلدين، لكن مش في الدنيا بتاعتنا دي، انما في الاخرة يا اما جنة يا اما نار. فالاحسن نستغل عمرنا في فعل الخير علشان خاطر نخلي خلودنا ده يبقى في الجنة باذن الله. قنديل البحر الخالد كائن استثنائي، وبالرغم من انه لا عنده قلب ولا مخ، ومع ذلك قدر يعمل اللي احنا بنحلم بيه من آلاف السنين، وهو الهروب من الشيخوخة. احنا كبشر مش قادرين نعمل كده بيولوجيا لكن يمكن الدرس الحقيقي مش في اننا نعيش للأبد، الدرس الحقيقي في اننا نعيش عمرنا القصير ده بجد. يمكن قيمة الحياة اصلا في ان هي ليها نهاية، واللي بيخلينا نسعى ونحلم ونجرب هو اننا عارفين ان الوقت اللي قدامنا محدود. اننا ندي لحياتنا معنى ده ممكن يخلينا اكثر خلودا من قنديل البحر الخالد.